الأهلي وطلائع الجيش، مباراة طبعا كل الناس عارفة طلائع الجيش بالنسبة للأهلي والماتشات الصعبة اللي بيعملها قدام الأهلي. فالأداء وشغل الحنكشة اللي بيعمله كولر والتغييرات الكتير اللي في التشكيل الغير منطقية، أنا ما عنديش مشكلة إن أنت تغير بس تغيير منطقي. تحط لي لاعب أنا مقتنع بيه، أنا ما بقولش إن الجمهور اللي يدير، بس بقول لك طاهر ما بيديش، خالد عبد الفتاح قدامه شوية على ما يدي. فانت المنطق بيقول العب صح، ابدأ صح، ما تخليش طلائع الجيش يعمل معاك ماتش. انا متوقع يعني ربنا لا يقدر ان طلائع الجيش هيعمل ماتش وهياخد منك نقط، هيضيع منك نقط في الدوري. يا رب احساسي يكون غلط، لان طلائع الجيش مش سهل. طلائع الجيش فرقة بتعرف تلعب قدام الاهلي بالتوفيق باذن الله، ولو ربنا اراد وبدأنا صح باذن الله نكسب 2-0.